بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم. انا خالد زيدان هنا في مكاني، ودلوقتي عايز اقول لكم ان انا جايب لكم مصريه اصيله من دمياط بتعمل حاجه كويسه جدا لكل المحجبات ومن البيت واونلاين، وحاجه سهله وبسيطه جدا. رحبوا معايا بياسمين راشد. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك؟ كله حلو الحمد لله زي الفل. منوره القاهره ده اولا. ميرسي، ربنا يخليك. وايه بقى الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها دي؟ ميرسي والله. قولي لنا الاول مين هي ياسمين راشد وبتعمل ايه؟ أنا ياسمين، عندي 39 سنة. ما شاء الله. بقالي في قصة البراند دي 4 سنين. ايوه. وجت بالصدفة البحتة خالص. حلو. بس أنا عموما بحب الشغل الهاند ميد يعني. تمام. وبدأت بقى يعني بالصدفة كده الفكرة جات لي ونفذتها وكذا حد. ازاي بقى؟ احكي لي كده الفكرة ايه اللي جات وبدأت ازاي، يعني قولي لي كده. هي الفكرة أصلا إن في زي الشكل ده بس براند كبير بسعر عالي جدا. حلو. وخليني اسالك بس تحديدا 4 سنين دي كان تقريبا وقت الكورونا قصدك؟ بالظبط. فكنتي قاعده في البيت فبداتي تفكري في حاجه تعمليها. بالظبط. فالفكره جت ان انت تعملي طرح. بالظبط كده. مظبوط كده؟ طيب قولي لي بقى جت ازاي، وايه اللي انت ضفتيه، وايه الماتيريال، وايه التفاصيل؟ هي الفكره جات لي ان انا نفذت واحده ليا اصلا. تمام. ولبستها في فرح وكذا حد سالني عليها فعملتها. بدات تطلب كتير جدا ما شاء الله. بدات بقى انزل السوق واتعامل مع مصانع ان انا اجيب احسن خامه باحسن سعر. حلو. ودلوقتي عندنا اكتر من 30 شكل بننفذه. ما شاء الله. وفي تصدير وفي بنتعامل مع ستور كبيره. ايه ده انت تانك بقى على طول. الحمد لله. زي اللي انت لابساها ان شاء الله. ان شاء الله. طب حلو قوي قوي. ايه اللي لمسه اللي انت ضفتيها على الطرحه المصريه علشان مثلا يبقى فيها حاجه مبتكره وتنافس مثلا المنتج المش مصري؟ ان هي خامه كويسه جدا. حلو. وسعرها كويس جدا. الخامه مصريه؟ طبعا 100%. 100%. اسم الخامه ايه، او بتعتمدي على ماتيريال عامل ايه؟ كريب شيفون. كريب شيفون. ده بيبقى يعني سهل الست تروح بيه السوق، تروح بيه الشغل، تروح تعمل تخرج جداً بيه جداً. في كل، يعني يمشي في كل الحاجات. بالظبط. وبعدين احنا عاملين مثلا الطرحه بتتلبس على اتجاهين. حلو. يعني انا ممكن انزل بدي. طب ما تورينا كده وتعملي لنا شو كده. البسها كده الصبح خالص ساده. أيوة. اوكي. حلو. بالليل انا بلبسها كده. يعني ده بيبقى في الظهر؟ في الظهر مش بيبان خالص. ودي تمام. لو سواريه او مناسبه بالليل تبقى زي ما انت لابساها كده على الطرحه فتدي شكل شياك. بالظبط. تمام. في اي تفاصيل تاني بتحطيها في الطرحه؟ هي بتعتمد على حاجتين، الخامه. حلو. خامه الطرحه طبعا لازم تكون طريه وشيك قيمه. تمام. والشغل اللي هو طبعا اليدوي بقى. انت بتعملي بس الاستراس اللي موجود دوت، ولا بتزودي حاجات تانية زي ما تورينا كده؟ انت بخيله ولا ايه؟ لا. احنا دخلنا. لا، في واحده تانية فيها علامه كده. اوكي. فهو ده قصدي. دي يعني خرجنا من اطار الشكل العادي اللي هو الستاندر بتاعنا. دخلنا اشكال كتير من دي. وفي فراشات بقى وفي حاجات كتيره بنستخدمها. ورينا الالوان برضو، ما تغمقيهاش كده. عملنا ده مثلا. دي الطرحه دي برضو. ويعني بصي حاولي برضو تمسكيها كده وتثبتيها شويه عشان هو باين اصلا يشوف. يعني باين اللمعه. ايوه. وخامه الطرحه. خليها بقى كده ثانيه واحده عشان نقدر ناخدها ونبينها. حلو قوي. تمام ماشي. دخلنا الوان طبعا. كويس. وفي كذا شكل التطريز برضو، في العريض وفي الرفيع. حلو جدا. وده تصنيفه بقى يعني كفئه بيبقى انت عندك درجه مثلا شعبي، في درجه لا اعلى؟ ما فيش شعبي اصلا. لا هو ستاندر عندنا في خامه الطرحه ودرجه التطريز. ايوه. ممكن اشوف الخامه؟ انا لو افهم في الخامه هقول لك والله. بس يعني هي باينه بس دي يعني بقى في الكوي مثلا او كده بتبقى سهله ولا جداً. بتتكرمش بسرعه ولا بتتعمل خالص. ايه يعني انا لو عملتها مثلا كده ولا اي حاجه وهتفضل زي ما هي بالظبط. طب دي حلوه جدا. والسعر بقى ايه يعني؟ سعرها حلو جدا. نقدر نقوله ولا نخليه للناس اللي ما تكلمك؟ يعني اقل من 500. ما شاء الله. انا ما اعرفش الاسعار الطرح عموما عامله ازاي، بس لو تقدري تقولي لنا ايه السعر. اقل طرحه دلوقتي
ده بيقولوا لي بارقام 100 و150. لا الساده لا الشيفون الساده أيوة. عادي رينجه مثلا من 150 ل 200. بس طبعا الله التطريز وهاند ميد، وانا عندي مشغل في البيت برضو عندي. ايوه حلو. في ناس بتساعدني. ايوه. فكل ده اكيد هيفرق مع التكلفه. ما هو ده بقى مكن، انت بتجيبي قطعه القماش وبتعمليها باحجام معينه باشكال لا معينه؟ انا مصنع اللي بينفذها لي. مصنع اللي بينفذها لك، لكن انت مصنع. بتجيبي يعني انت بتطلبي الطلبيه ولا بتعملي ازاي؟ بالظبط. كنت الاول بتعامل مع تجار عاديين، وبعد كده بقى انا اتجهت لقصه المصنع. حلو قوي. هم بيعملوا لي، بطلب طلبيه مثلا كل 3 شهور او كل 6 شهور. هايل. وبرده التطريز نفس القصه، بتعامل مع مصانع. حلو. وسمعت كمان اتفضلي. بيعملوا لي حاجات سبيشال ليا، يعني انا اللي بطلبها. ما انت عامله براند اللي هو ياسمين سكارف. ياسمين سكارف. حلو قوي يا جماعه، تقدروا تتواصلوا معاها على مواقع التواصل، يعني هتلاقوا ياسمين سكارف تجيبوا من عندها، وهتاخدوا كمان ديسكاونت خاص بينا ببرنامج مكاني، مفيش بعد كده طبعا. وعندنا وتوصلي لكل انحاء الجمهوريه. طبعا. وكمان سمعت ان انت بتصدري. بالظبط. لفين عندي بقى؟ عملاء في المغرب ما شاء الله، وتونس والسعوديه. حلو. وامريكا. يا كمان ما شاء الله بجد. ويعني واوردرات ولا بيبقوا مثلا لا هم اوريدي كانوا عملاء عندي. حلو. والناس شافوا الطرحه وهي اخدتها مثلا وسافرت بيها المكان ده. ايوه. والناس شافوها وطلبوها مني بعد كده. طب حلو قوي، ده انت تعملي عبايات بقى كمان ان شاء الله الخطوه الجايه باذن الله. طب ده هايل. وسمعت كمان ان في مشاهير بياخدوا منك. عندي دكتوره امل مامة دينا واحمد داش. ما شاء الله. وست راقيه جدا. وماما كيتشن طبعا اموله دي حبيبتي. ايوه. اخدت مني وعملت لي دعايه حلوه جدا، وطلبتني شخصيا ونصحتني بشويه حاجات كتيره جدا انا ماشيه عليها لحد دلوقتي. طبعا. حلو. جميله، ست راقيه جدا جدا جدا. ودايما بشوفها لابسه الطرحه، فانا قلت لها ده شرف ليا اصلا. هي شكلها شيك في اللبس الصراحه جدا. وغدا كريم الكاتبه من اسكندريه برضو. ما شاء الله. الناس دي يعني عملت لي دعايه بدون مقابل. حلو. لان هم انا بعمل لك بدون مقابل. بدون مقابل، وشكروني كمان لما استخدموا بس والله مش هقدر يعني لا عادي بس اوعدك ان انا اجيب لوالدتي واختي. اكيد طبعا، ده شرف ليا. طبعا بقى هيفهموا اكتر في الماتيريال. طبعا ده شرف ليا. واحنا داخلين كمان على رمضان، ففرصه يا جماعه اهو، شويه طرح متنوعه، اسعار مناسبه، وهي هتعمل عروض لرمضان كمان. أكيد. علشان يبقى التزام حلو كده، واللي مش محجب يتحجب، وربنا يكرمنا ويكرمكم. بتبقى شيك جدا على العبايات. حلو. وطبعا على العيد بقى اكيد في مناسبات كتيره. على السواري برضو بتبقى شيك جدا. ايوه. وبتتلبس في اي وقت يعني. لا حلو ما شاء الله. وعندنا ميزه كمان ان احنا لو الطرحه التطريز حصل له اي حاجه، ايوه، لو بعد 10 سنين ترجع لك تكلمني اخدها وبصلحها لها وبرجعها لها تاني. حلو قوي يعني ما شاء الله. ومن البيت. ومن البيت. بتشتغلي اي حاجه تانية ولا متفرغه ده بس؟ يعني بشتغل فيل ديزاينر. ما شاء الله. طرح عرايس. وبشتغل في شركه عقارات HR ما شاء الله ما شاء الله. يعني ربنا يعينك، وبرافو بصراحه ان انت عملتي ده. أكيد. وبشكرك ان انت جيتي من دمياط لحد القاهره علشان تكملي حلمك. واكيد في يوم من الايام ده هيبقى براند مصري منافس لبراندات كتيره جدا. وانا سمعت كمان انت بتنزلي في شوروم. عندي هنا 2 شوروم بياخدوا مني برضو. فين في القاهره؟ في القاهره في التجمع. حلو. في اكتوبر؟ لا، عايزين بقى للناس بتوع اكتوبر كده. اكيد ان شاء الله قريب. حلو. وفي دمياط برضو في كذا ستور بياخد مني بصوره دوريه طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. لكن عايزين اكتر محلات تكون في القاهره بتستخدم المنتجات بتاعتك وتبقى موجوده. ويا جماعه اديكوا عرفتوا، عايزين تتواصلوا معاها اونلاين، الحاجات بتاعتها موجوده. وكمان في القاهره شوروم هنبقى نقول لكم عليه. والاهالي دمياط بقى انتوا عندكم كل الحلو. يعني ما شاء الله في دمياط الناس مكسره الدنيا، وكلكم مواهب وحاجه حلوه جدا بصراحه. اكيد احنا عندنا يعني احسن ناس في دمياط، ودايما هم عملاء مميزين عندي. عفوا. وبصوره دايما انا بقالي 4 سنين هم العملاء عندي، هم بالعكس بيزيدوا يعني الحمد لله. ما دي حاجه حلوه، وان شاء الله بعد الحلقه دي كمان يزيدوا ويزيدوا ان شاء الله. ويزيدوا اكيد باذن الله. والناس تتبسط، ودي حاجه حلوه اللي انت بتعمليها. أكيد. ونتقابل مره تانية بالعبايات ان شاء الله باذن الله. اي افكار جديده ان شاء الله هبقى معاكي فيها، بعرض ان شاء الله الشغل بتاعنا ونتوسع اكبر الفتره الجايه. ان شاء الله نبقى موجودين بره مصر وجوه مصر بصوره اكبر ان شاء الله. يا مسهل يا رب. طب في حد في دماغك حبيتي تلبسيه يعني نفسك يبقى حد من المشاهير قوي في دماغك؟ لو انا شفتها لابسه الطرحه ديت هبقى يعني في قمه سعادتي.
جالك ده في دماغك قبل كده؟ اكيد طبعا. طب مين أكيد. مثلا، قولي لي؟ ناس كتيره والله، بس يعني بحب دعاء فاروق قوي. هي اوريدي عندها اصلا براند. ايوه. بس انا يعني بحب شكل طرح عليها ممكن. احنا عندنا الشيف غاليه هنا، عايزين نبقى نلبسها طبعا طرحه. طبعا. طرحه هي مش معانا هنا طبعا دلوقتي يعني، بس الشيف غاليه من الناس المقربين الينا. اكيد فعايزين نخليها تطلع مره كده ايه. اكيد طبعا. دي هتعمل لك انا اوريدي هسيبها لها كادو عشان تديها لها. اهو يا شيف. لو انا اهو يا استاذ مصطفى. طبعا طبعا. ده هي تختار اللي هي عايزاه طبعا. بس بقول لك ايه، يعني انت لو سبتي للشيف غاليه، انا معايا شيف هنا في البرنامج، شيف اماني، فمعلش احنا الاقربونه اولى. لا طبعا الاثنين يعني طبعا. الاثنين طبعا. دي اللي هتاكلنا دلوقتي كمان شويه في الفقره بتاعتنا. طبعا يختاروا اللي هم عايزينه، الشرف ليا طبعا. طب بتفكري ان انت تعملي مثلا ديزاينات مختلفه خالص في شكل الطرحه، تجددي منها؟ يعني انا عارف مثلا اللي هي السوري بتبقى ليها زي كفر، عملتيها برضه؟ عملتها اوريدي وموجوده على البيج عندي. تطريزات مختلفه. ايوه. بس طبعا اشكال صغيره، ما نقدرش نعمل الشكل ده. توزيعات مختلفه. وفي ناس بيطلبوا حاجات مخصوصه انا بنفذها لهم يعني. حلو. انا بتكلم ان برضو موضه الحجاب او اللبس الحجاب كل مدى ما بنحاول يعني يبقى متطور، وفي نفس الوقت شيك، وفي نفس الوقت يرضي جميع الاذواق، وفي نفس الوقت يبقى برضو على مقاييس الحجاب بالظبط، ما يبقاش مش حجاب يعني. فما بتفكريش في حاجات زي كده؟ وخاصة ان في ناس كتيرة جدا يعني بيبقوا معروفين دينيين او غيره، ودلوقتي في مذيعات كتير جدا الحمد لله ما شاء الله محجبات، فبرضه بيبقى الحاجات ديت بتفرق. اكيد طبعا. هي اصلا خامة الطرحة والتطريز ده بيدي جلو كده للوش قوي مع الميك اب. حلو. فمع الاضاءة برضه يعني اللي بيلبسها بيحس بفرق، بيحس ان هو دايما سمعت الكومنت ده من كذا حد ما شاء الله لبسها، ان لا بتحلي. ايوه. لا هو بصراحه يعني عليكي وعلى الاوتفيت باينه ومش يعني ولو مش لبستها صاخبه على حاجه سيمبل خالص اصلا بتحس ان في اختلاف. ايوه. يعني مش محتاج ان انت ممكن تروح دريس ساده خالص. اي حد يبقى لابسه ويلبس عليه الطرحه دي بيحس ان هو خلاص هو كده ظبط الدنيا خالص. تمام. حلو جدا، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شرفتيني ونورتيني. ميرسي والله، واتمنى نكون كده قدرنا نضيف لك حاجه حلوه ولذيذه. اكيد اكيد. انت عايزه تقولي اي حاجه للجمهور، عايزه تنوهي عن حاجه، عايزه تبلغي الناس حاجه؟ الكاميرا معاكي. يعني لا والله هو ده براند ربنا رزقني بيه صدفه. بشتغل عليه ليل نهار جنب شغلي، و في يوم من الايام ان شاء الله هيبقى حاجه كبيره، انا واثقه في ده باذن الله. وبسعى وبحاول في كل الطرق ان هو يظهر ويكبر اكتر، وهو يستاهل. وبشتغل عليه بتعب جدا، وبراعي ربنا فيه جدا حتى في الناس اللي شغاله معايا فيه. وان شاء الله ربنا هيكرمني اكيد في يوم من الايام ويبقى براند عالمي اكيد، ويبقى لنا ستور في كل مكان باذن الله باذن الله باذن الله. ودي رساله لكل ست مصريه. وبرده عايزه اقول ان زوج استاذه ياسمين موجود معاها وبيدعمها، ودي حاجه كويسه جدا. ولو بشكل بسيط تقدروا تستخدموا حاجات من البيت، وما شاء الله بتشتغل بدل الشغلانه 2 و3، فما فيش اي موانع. جايه من محافظه ثانيه 5 ساعات سفر علشان تحقق جزء بسيط من حلمها. فيا ريت كلنا ندعمها. المنتج حلو جدا، اسعاره حلوه، وكمان مصري 100% وشيك وجديد، فمالكوش اي حجه بقى كده الصراحه، ولا ايه؟ الله اكيد طبعا اكيد. وحلمي في طبعا الشخصيه العظيمه اللي تلبسه طبعا السيده انتصار السيسي باذن الله، ان انا اوصل للليفل ده وتلبسه. يا رب والله احنا بنعمل دعوه مش بعيده كريم مش بعيده خالص والله، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. ليا الشرف طبعا، كلنا لينا الشرف طبعا. اعظم ست في مصر يعني، وزوجة راجل عظيم بصراحه. ده حقيقي. ان شاء الله ده قريب باذن الله. بشكرك جدا ان انت كنتي معايا، نورتيني وشرفتيني. انا اسعد والله. ميرسي. شكرا لحضرتك. شكرا. اما انتوا هنطلع لفاصل سريع ونرجع بقى ايه نلعب كده ونهزر، وخليكم معايا.